بيبدأ فيلم النهاردة مع بنت اسمها إلينا، وبتكون عايشة على سفينة فضائية، وبتقوم تتمرن في بداية كل يوم، وبتقعد تاكل، وبتكون عايشة لوحدها ومش بتتكلم مع حد غير مع الذكاء الاصطناعي، واللي بيعرفها إن الأكسجين وصل ل 17%، وإن السفينة هتوصل لوجهتها خلال 17 ساعة. وبيقولها الذكاء الاصطناعي إنها ساعتها هتقابل أول بشري وهو المهندس اللي هيصلح جهاز الأكسجين. وإلينا بتصحح للذكاء الاصطناعي وبتقول إنه هيكون تالت بشري بعد أبوها وأمها اللي قرروا يضحوا بنفسهم ونزلوا من السفينة عشان يوفروا لإلينا الأكسجين. وبتروح تتفرج على فيديوهات لأهلها وبيقولوا لها ما تزعليش، وبيعرفوا انهم كان لازم يعملوا كده لان الاكسجين كان هيكفيهم سنه واحده بس، وكان لازم يضحوا عشانها. وبنعرف ان اينا بقالها 20 سنه على السفينه، وبتروح اينا عشان تعمل فحوصات طبيه، وبتطلع النتيجه وبيعرفها الذكاء الاصطناعي ان الكسر القديم اللي كان في رجليها قرب يتشفي، وانها لازم تستريح لحد ما يتشفي تماما. وبتفضل قاعده مستنيه المهندس اللي المفروض هيجي يصلح نظام الاكسجين في المركبه. وبتوصل مركبه المهندس وبيبدا يعرفها بنفسه، وبيقول لها ان اسمه اليكس وان هنا عشان يصلح نظام الاكسجين خلال 50 ساعه. وبتتكلم إلينا مع اليكس وبتعرفه ان اهلها كانوا عايشين معاها هنا بس ضحوا بنفسهم ونزلوا عشان يوفروا الاكسجين. وبتطلب من اليكس يقعد يتعشى معاها لان بقالها كتير قاعده لوحدها، فبيوافق وبيروحوا يتعشوا. وبتحكي إلينا وبتقول له موضوع انك تفضل عايش على سفينه لوحدك صعب، وانها محظوظه ان في حد سمع نداء الاستغاثه ووصل لعندها. وبتعرفه ان مهمتها لو تمت هيكون عندها 40 سنه. وبتخلص وبتروح على اوضتها عشان تنام. وبتصحى تاني يوم بيعرفها الذكاء الاصطناعي ان نظام الاكسجين الاحتياطي فصل. وبتعرف ان اليكس نجح يصلح العطل، وبعد ما بيخلص بيطلب من لينا انه ينام شويه عشان يصحى بدري يخلص شغله ويمشي. وبيجي تاني يوم وبيخلص شغله وبيكون ماشي، بس اينا بتروح لعنده وبتوقفه وبتقول له ازاي كنت هتمشي من غير ما تقولي، فبيقول لها لقيتك نايمه ما كنتش عايز اصحيكي. وبيخرج من مركبه لينا عشان يروح لمركبته، بس بيظهر وهو ماشي في نفق طويل وبيخرج من تحت الارض. وبيطلع ان إلينا مضحوك عليها طول ال20 سنة دول وانها عايشة تحت الارض مش في الفضاء. وبيخرج اليكس وبيغير هدومه وبيتحرك على مقر الشركة اللي مسؤولة عن إلينا، وبيقابل رئيس الشركة هوجو وبيسأله عن باقي الركاب اللي عايشين في محاكاة المركبة الفضائية، واللي بتكون تجربة عشان يشوفوا تأثير اللي هيحصل على البشر لو عاشوا في الفضاء. وبيكونوا بيراقبوهم بكاميرات مخفية على مدار ال24 ساعة. وبيسأل أليكس هوجو عن الأشخاص اللي عايشين في المحاكاة، بس هوجو بيعرفه إن المحاكاة دي ممكن تنقذ حياة البشرية، عشان كده هو مش لازم يعرف كل حاجة. وبيقول له ياخد الملف بتاع المحاكاة رقم 10 عشان يعمل معاه زي ما عمل مع إلينا. وبياخد الملف وبيتحرك على البيت، بس طول الطريق بيقعد يفكر في إلينا والكلام اللي قالته له إنها عايشة لوحدها بقالها كتير. وبيرجع على البيت وبيسمع خبر بيتكلم عنه، وبيقول إن النهاردة الذكرى الخامسة لحادث مأساوي حصل لأول مركبة فضائية كانت بطاقم كامل من الآليين، وده اللي أدى لموت الركاب و207 شخص. واللي كان مخترع السفينة دي كان أليكس وبيروح عشان ينام، بس الآلي اللي معاه هو عند إلينا بيعرض فيديو كان مصوره لإلينا وهي زعلانة إن أليكس يصلح العطل بسرعة وهيمشي. هو بيقعد يفكر فيها وفي كلامها طول الليل. وبيجي تاني يوم وبيروح للمركبة رقم 10 عشان يشوف شغله، بس بيعدي على إلينا وبيكون عايز يروح لها، بس بيرجع في كلامه وبيكمل شغل. وبيروح أليكس على مكان عامل زي عيادة الدكتور النفسي، وبيتكلم مع الدكتورة وبيكون بينه وبينها شاشة عشان المصداقية. وبيعرفها إن في أطفال كتير اتولدوا في المحاكاة وفاكرين إن دي الحياة الحقيقية، والدكتورة مش بتكون عارفة تقوله يعمل إيه. وبيرجع على البيت وبيقعد يفكر في كلام إلينا وبيقرر يتصرف. وبيجي تاني يوم وبيروح لإلينا من غير ما يكون لابس بدلة، وإلينا بتشوفه وبتقوله إزاي هو لسه عايش من غير بدلة الفضاء. فبيعرفها أليكس إنها مضحوك عليها وإنها على الأرض مش في الفضاء زي ما هي متخيلة، في برنامج محاكاة واقعي. وإلينا مش بتكون مصدقة وبتطلب منه يخرج، بس أليكس بيهديها وبيوريها أماكن الكاميرات اللي بتراقبها، وبيعرفها إنه فصلها. وهو بيطلب منها تخرج معاه قبل ما حد ياخد باله، وبتخرج إلينا معاه وهي مصدومة ومش بتكون فاهمة اللي بيحصل. وبتطلع لبره وبتتعب لما بتشوف الشمس ومش بتكون شايفة كويس، وبتفضل شوية لحد ما بتتعود وبتقدر تشوف. وبيطلب منها أليكس تستخبى في صندوق العربية عشان يخرجوا. وبيوصلوا عند البوابة وبيلاحظ الجندي إن مستوى الأشعة اللي ناتج عن العربية أعلى من الطبيعي، وبيجهز أليكس نفسه عشان يجري لو لقوا إلينا، بس بيقول الجندي إن أكيد الإشعاعات دي خارجة من البدلة الفضائية بتاعت أليكس، وبيسيبه يمشي. وبيبعد أليكس عن المكان وبيخرج إلينا، وبتطلب منه إلينا إنها تشوف أهلها، بس أليكس بيرفض وبيعرفه إنه ما ينفعش حد يعرف، وخصوصا أهلها ده لو كانوا أهلها الحقيقيين، وإنهم في الأصل علماء عسكريين ولو عرفوا إنها هربت هيبلغوا عليهم. وبترجع معاها البيت وبتقعد تكتشف في كل حاجة حواليها، وبتروح عشان تنام، بس بتسمع صوت الرعد وبتخاف، وأليكس بيهديها وبيعرفها إن كده الدنيا هتمطر. وبتخرج لبره وبتكون أول مرة تشوف الدنيا بتمطر. وبيجي تاني يوم بيقول أليكس لينا إنه هيخرج للشغل، وانه مش هيتاخر اكتر من ساعتين، وبيسيب لها خريطه عشان تعرف تتحرك في البيت براحتها. وبيطلب منها ما تفتحش الباب. وبيروح على الشغل وبيخلص وبيروح للدكتوره النفسيه بتاعته وبيعرفها باللي عمله.
وبتظهر الدكتورة بنفسها وبتقرر تساعده، وبتعرفوا ان عندها شقة فاضية لو عايز يستخدمها، وبتطلب منه ما يتكلمش في الموضوع ده تاني لانهم كل فترة بيسجلوا جلسات عشوائية وبيشوفوها. وبيرجع لإلينا وبيخرجها عشان تتفرج على العالم اللي اتحرمت منه، وبيعرفها ان المد الحمضي زاد وقريب كل الكائنات البحرية هتموت، وبياخدها للمعمل بتاعه وبيعرفها انه عنده صلاحية يدخل على الكاميرات اللي بتراقبها، وبيطمنها ان الكاميرات دي كانت بتراقب المداخل بس، وانه مسجلها وبيقعد يعيدها عشان محدش ياخد باله انها مش موجودة. وبيعرفها ان الشركة عاملة المحاكاة دي عشان يدرسوا المؤشرات الحيوية للركاب اللي على السفينة، وبعد ما بياخدوا اللي عايزينه هيعرفوا الركاب ان حصلت مشكلة ولازم يفضلوا على السفينة مدى الحياة. وبتسأله إلينا ايه اللي ورطك مع الشركة دي، فبيحكي لها على السفينة اللي اتدمرت، وان بعد الحادثة هوجو كلموا وعرفوا اهمية انهم يجيبوا 10 اشخاص زي إلينا ويحطوهم في محاكاة ويفهموهم انهم في الفضاء. وبيجي تاني يوم وبتظهر علامات غريبة على جسم إلينا بس مش بتكون مأثرة عليها، وبياخدها أليكس لعند الدكتور صاحبه وبتاخدها الممرضة عشان تعمل لها الفحوصات اللازمة. وبيكون الدكتور شاكك في أليكس وبيقوله إن بشرة إلينا نقية جدا ومستحيل تكون شافت الشمس قبل كده، وبيكون شاكك إن أليكس خطفها من برنامج المحاكاة، وأليكس مش بيرضى يقوله حاجة. وبتخلص إلينا الفحوصات وبيرجعوا على البيت، وبيجي تاني يوم وبيروح أليكس للشغل وإينا بتفضل تلف في البيت لحد ما بتوصل لعند المعمل بتاع أليكس وبتشوف الملفات بتاعت ال10 أشخاص اللي في المحاكاة، وبتعرف إنهم كلهم مستنسخين من ناس ميتين بما فيهم هي. وبتلاقي الملف بتاعها وبيكون مكتوب فيه العنوان بتاع العلماء اللي كانوا بيمثلوا إنهم أهلها، وبتتحرك إينا على العنوان وبتشوف أهلها ومش بيكونوا متأثرين إنهم شايفينها، وبتحكي لهم على كل اللي عرفته. وبتعرفها أمها إنها مميزة زي كل الناس اللي في المحاكاة لأن تم استنساخهم من ناس ماتوا وبقى ليهم حياة مستقلة وتفكير خاص بيهم. وبيروح أبوها عشان يجيب حاجة من جوه وبيرجع يلبسها صور مغناطيسي بأيد حركتها، وبيكون عايز يبلغ هوجو عن مكانها بس امها بتمنعه وبتضربه على دماغه. وبتروح تفك إلينا وبتقول لها تهرب من هنا، وبيرجع أليكس على البيت وبيشوف الملفات المفتوحة وبيعرف إن إلينا عرفت الحقيقة وراحت تدور على أهلها، وبيفضل قاعد مستنيها وبيكون متأكد إنها ترجع له لأنها ما تعرفش حد غيره. وبترجع لعنده وبتكون منهارة وأليكس بيهديها وبيعتذر لها إنه خبى عنها الحقيقة، وبيروحوا يقعدوا في فندق عشان يستخبوا لأنهم بيكونوا خايفين لا يكون أبو إلينا بلغ عن مكانهم. وبيروحوا تاني يوم لعند الدكتورة عشان ياخدوا منها مفتاح الشقة بتاعتها ويستخبوا فيها. وفي نفس الوقت بيوصل لهوجو خبر هروب إلينا مع أليكس، وبيقوم كل رجالته يدوروا عليهم في كل مكان، وبيقتحموا شقة أليكس عشان يدوروا على أي طرف خيط يوصلهم لإلينا. وبيلاقوا الكارت بتاع الدكتورة بيروحوا لعندها، وبيسألها هوجو لو تعرف أليكس بس الدكتورة بتنكر، وبياخدوها للمكتب بتاعها وبيقفوا قدام الإزاز. وبيكون هوجو متأكد إن أليكس وراه وبيقتل الدكتورة وبيكسر الإزاز، ورجالته بتطلع تجري ورا أليكس وإلينا وبيضربوا عليهم نار وبيتحشروا على السطح. وبينط أليكس وبيطلب من إلينا تنط زيه بس إينا بترفض وبتسلم نفسها عشان أليكس يعرف يهرب. وبيظهر أليكس وبيكون هربان ومش عارف يعمل ايه، بس بيلاقي صاحبه سايب له رسالة وبيطلب منه يتقابلوا في المكان اللي بيقعدوا فيه على طول. وبيقابلوا صاحبه وبيعرفوا إن التحاليل طلعت وإن إلينا عندها طفرة جينية بسبب إنها عاشت حياتها كلها على السفينة ولو فضلت بره هتموت. وبنروح لإلينا وبتكون قاعدة مع هوجو وبتطلب منه يرجعها من تاني للسفينة بتاعتها، بس هوجو بيعرفها إن اللي بتقوله ده صعب لأن المركبة بتاعتها فصلها عن الطاقة وبيكون ناوي يقتلها بأمر من القيادة العليا. بس أليكس بيتصل عليه وبيعمل معاه اتفاق، وبعد شوية بيوصل على المقر والجنود بيضربوا عليه نار وبيسيبوه، بس هوجو بيوصل لعنده وبيوقفهم، وأليكس بيعرفه إنه عايز يعيش على المركبة مع إلينا وبيعرفه إنها حامل، وهوجو بيوافق لأن حلم حياته يشوف حمل كامل في المحاكاة. وبعد فترة بتولد إلينا بنت قادرة تتأقلم على الحياة جوه السفينة وبره كمان. وبكده خلص الفيلم. يلا